غلطه صغيره زي دي ممكن تبوظ شغلك كله. معظم المصورين بيتعبوا جدا في التصوير بتاعهم، بس بيضيعوا تعبهم كله بسبب موضوع الايديت، لانه مش عارف يظبط الايديت بتاعه، مش عارف يختار الايديت المناسب للتصوير بتاعه. ايوه زي ما بقول لك كده، كل تصوير ليه ستايل ايديت معين، ما ينفعش نعمل ايديت بتاع ناس تانية على الصور بتاعتنا، ودي اكبر مشكله واقع فيها معظم المصورين اصلا. الناس اللي بتنزل بريستات والناس اللي مش عارف بتاخد اكشنات ومش عارف ايه ويحطوا على صور. انا جاي بقى افهمك الموضوع. هنقسم التصوير ده مدارس، ناس بتصور ارتفيشال اضاءه صناعيه، وناس تانية بتصور ناتشورال طبيعي. الناس بقى اللي بتصور باضاءه صناعيه زي اللي بيصور بهدات بتيوب بفلاشات، سواء بيصور الصبح او بالليل، اوعى تعمل الالوان دي اللي هي الكيرفات الاس كيرف شبه الكيرفات دي. لو انت بتستخدم التونات والبريسيتات دي فانت بتبوظ شغلك حرفيا. اسلوب تصويرك ما ينفعش معاه الايديت بالنوع ده، ينفع معاه الايديت اللي هو انا هشتغل بالقوائم الطبيعيه زائد الماسكات عشان ابدا اجسم واعمل فوكس راديال عليا واظبط اضاءه واوزع اضاءه شبه الصوره دي كده. قبل وبعد كانت شرح في الكورس الاونلاين بتاع اللايت روم بتاعي. اما بقى بالنسبه اللي انت بتصور ناتشورال، فاحنا برضو عندنا نوعين من الناس اللي بيصوروا ناتشورال. في ناس مستواها متوسط وناس مستواها محترف. في تصوير ناتشورال انت بتحتاج تعتمد اعتماد كلي على الظل والنور اللي بيعمله لك الشمس في اللوكيشن اللي انت بتصور فيه، والتكوينات اللي انت بتعملها من الكادر مع الكلاينت البوزيشن الكلام ده كله. فلو انت بتصور بالكاميرا بس ومعتمد على الكاميرا بس واضاءه اللوكيشن بس، بتطلع الصور بالشكل ده، فالصوره فلات كلها منوره كلها طبيعيه، برضو ما تعملش الكيرفات الاس كيرف ولا تشتغل بالبسيتات اللي فيها شغل في الكيرفات تقيل، عشان برضو هتبوظ شغلك. هتشتغل برضو اضاءه طبيعيه، هتعمل كيرفات خفيفه شبه دي كده، عشان اكتر من كده لو قرصت او دوست في الكيرف شغلك بيبوظ. وانا بقول لك على حاجه عن خبره 10 سنين في مجال الفوتو اديتنج، وناس كتير قوي بيقعوا فيها. اما بقى لو انت محترف وشغلك قوي في الناتشورال، بتصور ظل ونور كويس شبه الصورصات دي كده، فانت برنس تعمل اللي انت عايزه، تشتغل بقى كيرفات اس كيرف، تنزل بريستات اجانب وتشتغل عليها، تشتغل ماسكات، تشتغل كل حاجه. معاك مساحه قويه جدا في انك انت تعمل اي حاجه وما بدالك في برنامج اللايت روم. السلام عليكم.